السلام عليكم حبايبنا متابعينا متابعين الخياط ابو احمد، يا ربي صحة وسعادة وين ما تكونون. رمضان كريم عليكم، صحة وسعادة الجميع، عوائلنا الكريمة الطيبة. اليوم فستان ولا اروع، فستان ولا بالاحلام. زبونتي زينة من محافظة صلاح الدين، تحياتنا لهن بمحافظة صلاح الدين. تكريت وين ما تكونون، اليوم طلعنا لكم فستان ولا بالاحلام. هسه المتابع المشاهد الخياطين الخياطات راح يقول تعال اوقف فهمنا شنو مسطره بالصدر، شنو مسطره هنا، وين صدر الفصال. لا تدوخ ولا تحتار متابعنا مشاهدنا. طبعا الفصال اساسه رياضي، الفصال اساسه رياضي، لكن سويت انا ما اقعد راحه، سويت اليوم جمعت كل الموديلات خليتهن لزبونتنا بهذا الفصال. شنو سويت؟ هم رياضي وهم مسطره بالصدر ودقم، وهم خليت لها كيبورات، وهم سويت بالردن مسطره. لو تجون نشوف هاي المسطرة اللي بالردن، هذه المسطرة بالردن، وهاي المسطرة فوقها قصة مال كيبور، وهاي القصة مال كيبور مقطرة بهذا القيراج اللي أنا أشتغله على طريقتي الخاصة، طريقة أبو أحمد الخياط. طبعا هي قطعة من نفس القماش، لكن أنا أكسرها وأسويها بهالشكل هذا. اليوم تعبت تعب مو طبيعي على هذا. طبعا هو مو تعب، وإنما ياخذ من عندك وقت. ليش؟ لأن أنت تقص وتعوض، تقص هذه وتخلي بمكانها، لكن بالنتيجة النهائية أنه أنت أكيد طلعت شيء حلو. هذا بعده طبعا على الماكينة من تلبسه الزبونة، لا أكيد يطلع فد شيء أروع من الروعة. أني جربت حتى مرات أحس الفصال مظلوم بالملكانة، إذا تلبسه الزبونة راح نشوفه عليها فول غير. يعني مرات بعض الملابس اللي أخيطها لأختكم أم أحمد هنا يمي أباوع طبيعي، بس من تروح هناك ويلبسها الشخص ويصير على جسمه لا يطلع فول يعني فالشي بداعة. إذا اليوم احنا القطعة ما نحكم عليها هنا، راح وين نحكم عليها من يلبس ويلبسه الزبون. تحياتي الكل من شاهدنا والكل من تابع هذا الفصال. اليوم اقول لك شغل حلو، ابداع خياطيننا خياطاتنا اخوتي اساتذتي الكبار. كل ما نتعب للزبون والله العظيم ينطيك ثمرة اوسع واكبر. هذا الفصال راح يجيب لك متابعين، يجيب لك زبائن، يجيب لك هواية ناس ترغب الشغلة اللي هي نظيفة والشغلة اللي هي حلوة. شوفوا لي بعض الأشياء احنا نعرفها نشتغلها، يعني الكوي خلي يكون مستمر وياكم، التعويضات، الشغل. يعني مو بس أنا مجرد أنه أخيط دشداشة واشتغل بالكيبورات والشرايط والهذا. انا اشوف بعض الخياطين والخياطات مو تنمر على شغلهم، هم اخوتي واساتذتي اكيد، لكن ما يقص ويعوض، ما يتفنن، ما هان مجرد انه يريد بس يخلي. هسه البعض يقول هو ايش منطيني. هو طبعا الزبون دائما خياطات البيوت يقول ليش هم ما ينطون يبخسون حقنا. اشتغل النظيف وراح يجيب لك الزبون، وراح يضطر الزبون ينطيك شنو اللي تريدي. لا مو شاهد احنا كلامنا على هذا. اني الله شاهد ورسوله، هذه الزبونه عرفوا طريقتي. بعض الزبائن يقولوا لي براحتك، من تقول لي براحتك هي فازت، او هي عفوا هي الربحانه. ليش؟ اقوم انا شنو افكار ببالي انزلها، بينما اذا دازت له صوره موديل تقول لي هذا سوي لي، خلاص هذا خلتني بقالب انه هذا لازم اسوي. إذن اليوم احنا شنو الشيء اللي تشتغله انت بحرفة وبتقنية، اكيد هو راح يكون لك من انتاجك، يعني او فوائده او عوائده راح تجيك وتستثمرها وتحس بثمرتها. تحياتي لكم، اسف لطول الكلام ولسعة صدركم. اليوم حبيت اشوفكم هذا الفصال. طبعا ساعة بالثنتين
ليلا واني اصور بهذا الفصل. هسه اكيد راح تشوفه الصبح الظهر بالليل، فما تعرف مستوى حجم الضغوطات اللي علينا بالعمل. تحياتي لكم، اخوكم الخياط ابو احمد، في امان الله.